بيكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل حكاية ليها بطل في الماضي وليها مراية في واقعنا النهاردة. احنا مش جايين نحكي تاريخ، احنا جايين نشوف نفسنا فيهم. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الصحابة. بقينا عايشين في عصر الفلتر، بنتصور في أماكن غالية جدا واحنا مديونين أصلا، بنضحك في الصور وقلوبنا بتتعسر، بنجري ورا اللايكات علشان نحس بقيمتنا. حياتنا اتحولت لمسرحية كبيرة، المهم فيها رأي الناس مش حقيقتي. ده اسمه في علم النفس قلق المكانة. في مكة زمان كان في راجل هو زعيم الترند ده، راجل بيعشق المنظرة والوجاهة، كان سيد قريش وبيمشي والناس بتوسع له الطريق، لدرجة انه حارب الإسلام سنين طويلة، مش علشان هو مقتنع بالأصنام، لا، علشان خايف على مكانته والبرستيج بتاعه يضيع لو اتبع محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم النقطة النفسية دي فيه وعالجه بطريقة عبقرية، والنتيجة الراجل ده تحول من طاووس بيتباهى بريشة لمجاهد فقد عينيه الاتنين في سبيل الله وما بقاش يهمه شكله. تعالوا نشوف رحلة التعافي مع إدمان المظاهر بس بعد الفاصل. أبي سفيان بن حرب كان بيلمع من بره بس خايف من جوه، ولما عرف الحقيقة كسر القناع. إزاي سيد قريش بقى خادم الجيش؟ أبو سفيان قبل الإسلام كان قائد القوافل، زعيم الأحزاب، الكلمة كلمته، كان بيتعامل مع الحياة بمنطق شكلي قدام العرب. ده اللي خلاه يعاند النبي 20 سنة وهو عارف إن محمد صادق، بس كبرياءه منعه يقول آمنت علشان ما يظهرش بمظهر التابع. اللمسة النبوية بقى إشباع الحاجة النفسية. يوم فتح مكة أبو سفيان استسلم العباس عم النبي وقال للنبي جملة بتلخص شخصية أبي سفيان، فيما معناه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا. يعني الراجل ده بتاع مظاهر، اديله لقطة تحفظ ماء وجهه علشان قلبه يلين. النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته العظيمة محبش يكسره، قال له فيما معناه برضو: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ساوى بيت أبي سفيان بالمسجد الحرام. أبو سفيان طار من الفرحة، إيه ده؟ البرستيج بتاعه محفوظ. اللقطة دي كانت المفتاح اللي خلى قلبه يتفتح للإسلام. مرحلة كسر الفلتر ما بعد الإسلام. بعد ما أسلم وحس بحلاوة الإيمان اكتشف إن المظاهر دي ولا حاجة. في معركة اليرموك أبو سفيان كان راجل عجوز معدي 70 سنة، نزل يحارب بنفسه، جاله سهم في عينه فقلع السهم وعينه معاه. راح للقائد وقال فيما معناه: هذه عيني سبقتني إلى الجنة. ما بقاش يهمه شكله يتشوه. وفي معركة تانية كمان في الطايف فقد عينه التانية وبقى أعمى تماماً. أبو سفيان اللي كان بيمشي يتمخطر في مكة وقف في المعركة يمسك لجام فرس ابنه ويقول فيما معناه: يا بني خدني إلى حيث القتال. تحول من سيد بيطلب الخدمة لمؤذن بيصحي الجنود ويشجعهم. الفلتر وقع وبقى المعدن الحقيقي. قصة أبي سفيان هي رسالة قوية لكل واحد فينا غرقان في الفيك لايف، في المظاهر الخادعة. أبو سفيان ضيع سنين بيحارب الحق علشان شكله الاجتماعي. ما تخليش البرستيج يمنعك إنك تعتذر لو غلط، أو إنك تلتزمي بحجابك، أو إنك تبطلي ذنب. الناس هتعمل لايك للصورة بس ربنا هيحاسبك على الأصل. تاني حاجة هوس اللايكات. النبي صلى الله عليه وسلم عالج حب الفخر عند أبي سفيان بالتدريج، بس أبو سفيان كمل العلاج بالتضحية. في الليالي الوترية دي جرب تقفل موبايلك، جرب تعمل عبادة محدش يعرفها غيرك. اللايك الحقيقي هو اللي بيجي من أهل السماء مش من أهل الأرض. تالت حاجة ربنا بينظر لقلوبنا، فيما معناه حديث للنبي: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أبو سفيان لما فقد عينيه وجماله ربنا عوضه بالبصيرة. الليلة دي وانت واقف تصلي انسى لبسك وشكلك ومكانتك،
وقف بقلبك العريان قدام ربنا. رابع حاجة، تغيير مالوش سن. أبو سفيان أسلم وهو عجوز، فقد عينه وهو عجوز. لسه قدامك الفرصة تغير الخوارزمية بتاعت حياتك من إرضاء الناس لإرضاء رب الناس. الفرصة دي لسه في إيدينا الليلة دي، نكسر صنم وجهتنا الاجتماعية ونسجد لله سجدة حقيقية من غير فلاتر. سؤالي ليكم النهاردة بصراحة، إيه الحاجة اللي بتعملها علشان منظر الناس ونفسك تبطلها وتعملها أو تتركها لله بس؟ زي مصاريف الأفراح المبالغ فيها أو تصوير العبادات. شاركونا اعترافاتكم في الكومنتات ونبدأ صفحة جديدة سوا. خلصت حكاية النهاردة، بس الأثر لسه هيبدأ معاكم. واستنوني بكرة مع بطل جديد ومعنى جديد، ولأن ببساطة حكايتهم هي حكايتنا. ورمضان كريم عليكم.